السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخيرين وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في فلوق جديد. واليوم صراحة غنوريكم شي حاجة اللي مميزة واللي حتى انا اللي اول مرة غادي نعرفها وغادي نبارطاجيها معكم، فخليكم معايا تشوفوا اشنو كاين دابا. حاليا كضحكوني راهم كيشوفوا فيا اتيو كضحكوني. اول حاجة غنبارطاجي معكم الطبيعة اللي راني فيها، وغنقول لكم علاش حنا كنتواجدوا في هذه البلاصه هذه. وما شاء الله على الطبيعه بعدا كي دايره. شوفوا ما شاء الله الطبيعه كيفاش دايره هنايا والظل. شوفوا معايا الخوت شنو هو هذا الشيء هذا. شوفوا كيجرحوها وكتهبط منها السيليكون وكيقطر هنايا وكيبيعوه. هذا الشجر كامل هذا اللي هنا كتشوفوه. شوف انتم شوفوا كيضحكوا عليا حيت حديث في هذا الشيء، ما عرفتش علاش كيضحكوا. شوف هو بابا 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 قالوا لي شم على ريحه فيها. واحد الريحه راه ما يمكنش الخوت. داكشي علاش كيضحكوا. علاش كنتواجدوا هنا؟ لان الخوت واحد السيده كانت مخطوبه ياكو، فمني كانت مخطوبه جا الوقت اللي غادي دير فيه العرس باش انها تتزوج، فخاص الراجل يجي باش يتزوج بالبنت. فالخوت هو حاليا خدام في مانيلا في العاصمه ديال الفلبين، في كان خدام نورهان الاخ نتاع لاني. فالخوت جا الوقيته اللي غيديروا فيها العرس والعريس ما جاش، يعني قال ليها يعني انا ما غاديش نجي بهذه الهضره، يعني ما بينش ليها اشنو كاين، واش من بعد غنجي، واش صبري عليا. قال لها انا ما غاديش نجي. هذا كيدل على انه صافي بحال اللي يعني تخلى عليها، يعني ما بغاهاش يعني يتزوج بها. لذلك العائله ديال البنت وكذلك حتى البنت قالت بان انايا يعني خاصني نتفك من هذا السيد، يعني خاصنا يعني صافي خاصني نعلنها على الناس على انه صافي ما بقيتش غادي نتزوج. لان الخوت منين في الفتره ديال الخطوبه، يعني غير الخطوبه فقط كتكون غير كلمه بحال شكل شي وعد بالزواج. فهذيك الساعه الخوت كيخاصهم يعلنوها للناس كاملين، كاع اللي كانت في خباره ان هذا السيد وهاد السيده غيتزوجوا، فصافي كيخاصهم يعلموهم يقولوا لهم انها ما بقاتش غادي تتزوج. هنا هي في الفلبين اخوتي ملي كتبغي تتزوج فكتخبر الناس كامله، ملي كتبغي تخطب كيخبروا العائله كامله، وملي كتزوج كيخبروا العائله كامله وكيعرضوها. وكذلك ملي كتفك الخطوبه فكيخاصهم انهم يخبروا الناس كاملين. واي دار مشاو ليها العائله نتاع البنت فكيخاصهم يقولوها ليهم من بعد، خاص شي حد من داك العائله يمشي معاهم. يعني هما راهم جاو عند الدار الاولى ومشاو معاهم جوج الناس، ولاو عاوتاني ولاو اربعه مشاو للدار واحده اخرى قالوا لهم حنا بان البنت ديالنا راها ما غاديش تتزوج بهذا السيد هذا. فالناس الاخرين مشاو معاهم وبقاو غاديين حتى جاو عندنا للدار حنايا وقالوا لنا بان هاد البنت هذه صافي ما بقاتش غادي تتزوج. فمشينا معاهم، جيت انا والاب ديال لاني ونورهان دابا حاليا جالسين هنايا. يعني جينا عند هاد العائله هذه باش نقولوا لهم على ان فلانه يعني صافي ما بقاتش غادي تتزوج. واحد الباطو هنايا لان كاين واحد الواد حداهم هنايا. ها هما الخوت دابا حاليا جينا لهاد الدار هذه باش نقولوا لهم على ان فلانه ما بقاش غتزوج بفلان، وكذلك غادي نجلسوا غادي نشربوا شي حاجه وغنوليو نمشيو معاهم. ها هما الناس مازالين كيجيو هادشي وكيتجمعوا. الناس ملي كتسيق الخبار كنوليو نتجمعوا ونمشيو لبلاصه اخرى وننشروا هاد الهضره على ان فلانه ما بقاش غتزوج بفلان. ها هما الناس هما كيجيو هنايا. انتم ها هما جابوا ليهم القهوه وداكشي. ودابا هذيك البنت
كانت جايه معاهم. فملي كانت جايه معاهم جلسات مع راني تصور معايا الخوت. هاد البنت هادي كانت كتبغي النقاب بزاف، كانت كتبغي النقاب وكتبغي اللي كيلبس النقاب. ملي كتشوف شي بنت لابسه النقاب كيعجبها الحال بزاف ملي كتشوف شي وحده منقبه. وكذلك الخوت ارتاحت فيه. فمنين سمعات انها مسكينه غادي تتزوج لبسات النقاب، فقالت انا صافي ما بقى خاصني والو، يعني فقط انا غادي نتزوج فخاصني ندير النقاب للامنيه ديالها. النقاب مسكينه لبسات النقاب بواحد شهرين. فمنين جا الوقت ديال الزواج منين ما تزوجاتش بقات لابسه هذاك النقاب ومحتفظه به، وقالت لك انا اللي غيتزوج بيا يتزوج بيا بهذا النقاب، واللي غيبغيني يبغيني بهذا النقاب هذا. وبقات كتهضر معها لاني. والمهم هي هذيك ولاني قالت بقات فيها هذيك البنت، البنت تبارك الله ما شاء الله، يعني طولة. واخا انا ما كيعجبونيش البنات الطوال، طويله على لاني اييه. و وتصور معايا قالت لي لاني مع لاني بقات فيها قسما لكم بالله. شنو قالت لي لاني؟ قالت لي يا محمد زوينه واش تزوج بها؟ بقات كنضحك انا، حشمت وخرج قلت لها ما جاوبت لا بيا لا بلا. لا ما يمكنش، ما يمكنش فهمتي. راني ما عرفتش واش كتقولها بصح ولا كتضحك، وما عرفتش واش بغات تفرحني ولا. وهي القضيه هذه راه كديرها خوت. شحال مره كتقول لي شوف محمد غير بغيتي تتزوج والله ما نحرمك من الزواج الا بغيتي تتزوج. ولكن انا خوت لا، انا انسانه كتبغيني، انسانه حنينه معايا، ظريفه معايا، كتحاول حتى هي دير بالامكان ديالها باش انها تساعدني وباش نكون معاها مزيان وتكون معايا حتى هي مزيان. فالخوت والله ما نجرح قلبها ونتزوج عليها فهمتي. وغلاو هي تبغي ولو هي ما عرفت شنو، لدرجه انها كتزين لي مره الزواج. ما عرفتش واش كتيستيني واش كتجربني واش فعلا باغياني نتزوج. كتقول لي شي وحده تعاون معايا، شي وحده مثلا الا مشيت انا مثلا للفلبين جلست معاك في الدار. شو على الهضره كيفاش كدير لاني هذه. كتقول لي مثلا نتوانس انا وياها نهضر انا وياها، الا بغيتي نتزوجك وحده مغربيه بغيتي نتزوجك شي وحده فلبينيه. المهم هذا موضوع بوحديته من بعد ان شاء الله غنتكلم لكم عليه. وكان خوتي انا ما عرفت الصراحه واش راني كتقولها بصح او لا. وانا فوق ما كتقولها ليا كنتقلق كنتعصب، كنقول ياك ما بقاش كتبغيني، ياك ما تغيرات، ياك ما بغات تهنى مني، بغات تزوجني بشي وحده وتدوز واحد شهرين وتقول لي الله يعاون. ما عرفتش انا هاد لاني هذه شنو باغا دير في عقلها. او لا كتقول لي ولا هي كتشوفها بواحد النظره كتقول غندي عليه اجر، غادي نؤجر على هذا العمل، غادي فهمتي كيفاش غنفرح راجلي. يعني قد ما شفتو فرحان غادي نفرح حتى انا، لان مسكينه راني كتفرح ملي كتشوفني فرحان. والله داكشي علاش الخوت كنتو قلتوا لي علاش شريتي داك الجهاز المحمول، داك بي سي محمول او بي سي جيمر اللي كيتشد باليد اللي كنت صورت لكم. يعني ساندتني لاني باش انني نشريه وعاونتني يعني فقط. يعني قالت لي خذوا كذا وهذه يعني عطاتني واحد القوه. واخا انا شفتو داك الثمن غالي، ولكن اخوتي راه البليه الوحيده اللي عندي، يعني الادمان الوحيد اللي عندي هو الالعاب، هو العاب الفيديو. ما عندي حتى شي نوع من الادمان، فقط ندمان العاب الفيديو، يعني فقط الالعاب فهمتي كيفاش. والالعاب الخوت راه ماشي العاب فقط ديال الدراري الصغار، راه كاينين الناس كبارين 60 عام مازال كتلعب، 40 عام 50 عام. لان هذاك حلم ديال الطفوله، كنت كنتمنى شحال من جهاز في الطفوله ما كانش عندي الامكانيات، كنت كنمشي غير صال دي جو كنستمتع بهم. فالحمد لله يعني قدرت عندي بلاي ستيشن في الدار، بلاي ستيشن 4. كنت بغيت نشري 5 وفي التالي قلت صافي خصني نختار واحد، اما نشري بلاي 5 اولا نشري هذاك الجهاز المحمول، داك البي سي المحمول. وفي نفس الوقت كنقدر نبرونشيه مع التلفازه كيف ما قلت لكم، والكلافي كيولي يعني بي سي بيرو يعني 100% بويندوز 11، معالج زوين، بروسيسور زوين، كل شيء فيه يعني جهاز قوي فهمتي. وكيقدر يخدم حتى الالعاب القويه، الالعاب ديال بلاي 5 بلاي 4 كيخدمهم بسلاسه، العاب نينتندو سويتش كاع الالعاب. قالت لي وحده راني شريته لولدي، هذاك راه مازال يعني انت مازال صغير، انا شريته هذاك لولدي وكذا ب 3000 درهم، انت شريتيه غالي. هذاك اللي شريتيه اختي لولدك راه نينتندو سويتش، هذا اللي خديت انا ماشي نينتندو
هذا بيسي على شكل كونسول. فهمتوا كيفاش الخوت؟ خرجنا من الموضوع ديال الفيديو اللي بغيت نهضر معكم فيه ودخلت في موضوع اخر. كذلك قلت لي داك الفلوس كون شريتي بها يعني ماكينه الصابون العائله ديال لاني، كون شريتي بها التلفازه العائله ديال لاني. شوفوا الخوت، التلفازه ما كيتفرجوش فيها العائله نتاع لاني. نقدر نشري ماكينه الصابون، التلفازه من بعد الا كانوا باغينها ومحتاجينها، لانه واخا غنشريها غتبقى غير معلقه. التلفازه الخوت ما بقى حد كيتفرج فيها. حنا عندنا براسنا في الدار كتشعل غير من رمضان لرمضان. وانتم صحوا لي هاد الهضره، واش بصح ولا لا؟ واش نتوما مازال كتخدموا التلفازه او لا؟ فهمتوا؟ لان دابا كلشي عنده التليفون، كلشي ما بقاش مسوق للتلفازه لا والو. فهمتوا؟ ولكن شوف غادي نولي نتكلم معاهم في هذا الشيء، واخا راه ما تكلمت معاهم قبل باش نشري لهم التلفازه قالوا لي لا. اللي كيهمهم العائله نتاع لاني، اللي كيهمهم هو نبدا بالدار، اصلاح نتاع الدار. فهمتي؟ ولكن ماكينه الصابون شي حاجه ضروريه ان شاء الله غادي ناخذها لهم ان شاء الله. قبل ما نمشي بحول الله غادي ناخذها لهم. وكذلك غادي نخلي لكم الباي بال اللي بغى يساهم نشريو شي حاجه للعائله نتاع لاني، لان طلبتوا مني بزاف كتقولوا لي بغينا شي حاجه نعاونوا فيها العائله نتاع لاني. نخلي لكم الباي بال، واخا بزاف الناس ما غاديش يبغيو هاد الهضره هذه، نخليها لكم فلوس كامله غدوز للعائله نتاع لاني. لان خوتي انا عييت نتجاهل انني ما نحط لكم على حساب حتى شي حاجه بخصوص العائله او الدعم للعائله ديال لاني، ولكن نتوما طلبتوها مني بزاف. فهمتي؟ طلبتوها مني بزاف، لذلك اخوت انا غادي ندير داكشي اللي قلتوا لي وغنجرب. فهمتي؟ غنحطو في هذا الفيديو هذا وغادي نشوف. باي بال غنخليه لكم، اللي بغى يعاون ديك الساعه غادي نشريو لهم ماكينه الصابون هي الاولى، نشريو لهم التلفازه، واللي بقى غنصلحوه به الدار. فهاد الشيء فهمتي الخوت؟ هذا ما كاين. وبالنسبه لهاد البنت هذه مسكينه حاليا دابا راه بقات مع لاني، من بعد غادي نصورها لكم. وهضرت معها غير بالضحك، هي سيريو ولكن ضحك يعني بصح وضحك. شتا مسكينه بحال هكا هي عرفتي ولا ما شاء الله. فهمتي؟ يعني بالنقاب ديالها انا ما شفتش في الوجه ديالها، ولكن هي ما شاء الله يعني كتبان زوينه. فهمتي كيفاش؟ المهم الخوت غادي نشوف الا بغات شي حد يتزوجها منكم عطيها له، لان بزاف منكم كيقولوا لي بغيت نتزوج بالاخت ديال لاني. الاخت ديال لاني رافضين لانهم شايفين المعاناه اللي كتعاني لاني بالنسبه للغربه، وعائلتها كيعاني، والديها كيعاني، فما بغاوش خوت لاني انهم يغامروا. فهمتوا؟ خصوصا خوتها الصغار، حتى الكبيره راه ما كانش عندها هذه الفكره، ولكن قدر الله ما شاء فعل. صافي تعرفت على داك الشخص زهران، تحياتي ليه. غنخلي لكم كذلك القناه نتاعو ديال اليوتيوب. كاين الناس اللي دخلت عنده وكاين الناس اللي مازال ما دخلتش عنده. وكذلك الخوت غادي نشوف الا كانت بغات تجوج غادي نخلي لكم شي حاجه باش تقدروا توصلوا معاها، ما تهجموش عليها الخوت. صافي هذا ما كاين. اولا عرفتي شنو؟ اولا الخوت غنخلي لكم الانستغرام ديالي، في حاله بغات هي تتزوج ولا شي حاجه هذيك الساعه غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي. الا لقيتوه هذاك يعني على انها السيده راه باغا تتزوج، وغنشوف اللي كان مهتم يتزوج بها ونفرحوا بها. هذا ما كان، غير هو يتحمل كل المسؤوليه ديالو، وهي كذلك غادي نقولها لها ان تتحمل كل المسؤوليه ديالها. لان هذه السيده انا ما كنعرفهاش مزيان، كتجي شي شويه العائله ديال لاني. وكذلك هاد السيد اللي غيكون من المتابعين انا ما كنعرف عليه والو، لذلك انا غنتبرأ منهم بجوج. هي تقلب على راسها، هو يقلب على راسه ويبحث. في حاله تفاهمتوا بعضياتكم الله يسخر لكم. هذا ما كاين. عجبتني الصراحه هاد الطبيعه اللي كاينه هنا ما شاء الله. شوف ما شاء الله. تصوروا معايا خوت. انا هضرت معها انا قلت لها غير بالضحك، قلت لها واش تبغي تتزوج نتزوجوها؟ بغات تتزوج في اسبانيا، بغات تتزوج في هولندا، بغات تتزوج في امريكا، بغات تتزوج في طاليان، في اي دوله، في الالمان، في اي دوله بغات تتزوج نجوجوها. وفعلا الخوت راه كيتصلوا بيا بزاف ديال الناس ديال الجاليه والناس اللي في المغرب. فهمتوا؟
كاين الناس تبارك الله اللي لاباس عليها في المغرب اتصلت بيا، وكاين الجاليه اللي كيتصلوا بيا. راه كيجيوني الخوت فوق 20 واحد في كل سيمانه تقريبا، من السيمانه للسيمانه راه كيجوني فوق 20 ديال الناس باغا تتزوج من هنايا. فما كنبغيش نتحمل هذه المسؤوليه هذه، لان الجواز صعيب. كنخاف ان يوقع شي مشكل ما بين المراه ولا ما بين الولد او البنت ونصدق انا في مشكل. انا كنجي عند هاد الناس كيشوفوني مزيان غادي نصدق وقع شي مشكل، يوليو منين نجي عندهم كيشوفونا بواحد النظره خايبه، يقولوا شوف هذا هو السبب، دعوتنا هذا هو اللي جابنا داك السيد ضيع لنا بنتنا وتكرفس عليها ولا دار لها ولا فعل لها. فهمتوا خوت؟ هذا ما كاين. المهم غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا مع هاد السيده هذه باش نفرحوها. ربما تكون غضبانه مسكينه مقلقه. زدت دخلت ليا في خاطري بزاف ملي شفتها بالنقاب. غنوريكم واحد العصفور، راه كنهضر معكم وانا كنشوفوا. شوفوا واحد العصفور سبحان الله. شوفوا سبحان الله العصفور كي داير. ها هو سبحان الله العظيم. شوف على الجليسه كاينه هنايا. شوف واحد الجليسه كبيره هنا. كنشوف شنو قدامها هنايا، قدام هاد الطويره هادي تبارك الله. شوف شحال ديال الحبوقه هنايا والغراس هنايا. هاد الغراس الخوت ماشي بالضروري تشوفوا تبارك الله شحال ديال الغراس. هادو ماشي بالضروري تشريهم هنا في فيليبين الا كنتي ساكن في الغابه. شوف سبحان الله كتقدر تجيبهم غير من الغابه. دابا هادو غير من الغابه تلقاهم وتجيبهم ما شاء الله. شي بعض الناس هادو دابا كيخدموا في الغابه وكيجيو لهنايا كيخدموا في الغابه وكيشوفوا هاد الورد هذا او هاد الحبوقه هادو كيشوفوهم وكيجيبوهم معاهم وكيزرعوهم هنايا. شوف سبحان الله. شوف هذيك عاوتاني كي دايره ليه سبحان الله كي دايره. شوف هذه عاوتاني كي دايره. سبحان الله العظيم. الديكور ديالها فشكال. هذه القهوه الخوت هذه. شوفوا ما شاء الله القهوه هنايا. هانتوما شوف خاسرة. هذه الخوت القهوة هذه. شوف فين كتحمر هنايا. شوف الحبوقة باش مصايبينهم هذا. بالكرتون ديال البيض. كرتون ديال البيض. فكرة زوينة الخوت. هذا فكرة زوينة. سبحان الله العظيم. شوف الحبوقة. شوف أونغاني ببوشة. بحال ببوشة تما. شوف هادي كيفاش دايره. شوف منين جايه. شوف ها هي. سبحان الله العظيم. شنو هادشي هذا؟ خضراء. هادي راه ماشي يابسه هادي الخوت. كي دايره خضراء. هادي خضراء يعني مازال ما يابسه ما والو. هكاك دايره. شو هادي عاوتاني كي دايره هنايا. هادي سبحان الله العظيم. دابا راه كيشوفوا فيا. يوريني شي حاجه.
شافوني كنشوف داك النباتات هما يجيبوني قالوا لي اجي هنايا. سبحان الله. كاين الحوت واقيلا هنايا. الحوت مربيين الحوت هنايا. فيس كيطلع كياكل وكيولي ينزل. اول هلف ديالهم. طبيعة ناضية هنا. البط كوزينة نتاعهم فين دايرين. هذا فين كيطيبوا وهذا لابابو ديالهم. شي زوين تبارك الله. كنا كنتكلموا على التلفز. ها انت جوج تلفز غير محطوطين دابا هادو راه خدامين هاد التلفز. الشبكة باش كيهزوهم ليه. ها هي الشبكة شي هادي كيصيدوا بها. شوف شو كيعمرها بالحديد هنايا. ها هي دايرين ليها السنسلة. دابا هادي كيصيدوا بها في السد حيت السد كاين غير هنا الخوت. والفلوكة راني وريتها لكم واحد فلوكة صغيرة. انا نوريكم السد هنا عاد. نوريكم السد. شي راه السد غير حداهم هنايا. ها هو شوف قداش تبارك الله السد حداهم. شوف ما شاء الله. هانت شي حاجه تخرج الشات حدايا. كاين غير الدجاج. ها هو السد تبارك الله. شوف قداش. شوفوا قداش السد. يجيو هنا ويلوحوا الشبكه ديالها. شوف واحد الوليدات فينا هما. شوف غادي شي ما نعرفش يبانوا ولا لا. هما ساكنين في داك الجزيره اللي هما داك الوليدات. عندك غير الماء عليها. ساكن قنطانين حيت كاين اخوتي هنايا. هذه هي غير واحد الجزيره صغيره. هذه هنايا ملي كيبغيو يقطعوا الناس فيها كيقطعوا بالفلوكه. ساكنين تما واحد 3 العائلات. 3 العائلات ساكنين تما. كاين ما شاء الله. عرفتي هادشي هذا كنبرك الرجل ديالي كتبغي تغرق.
سبحان الله العظيم على الضليله كي دايره كلها شجر. شو ديك الدار قداش تبارك الله. شي ما شاء الله العظيم. صافي واقيلا راه غادي نطلقوا نمشيو شي بلاصه اخرى يمكن. هذا العواد هذا الشيء كيطيبوا به. هاد الشجره ديال السيليكون ها هي فين كيفاش كتكون دايره. الشيء كان كيسحبني بحال شي عود محشي هنايا. ها هي فوقها شي كيفاش كتعلى. سبحان الله كيفاش كطوال. شوف كطلع داكشي اش كنشوفهم كاملين طوالين وبحال اللي ما فيهمش العراش من الجناب. الشيء العراش ما فيهمش من الجناب حتى كطلع عاد كطلق العراش بحال هادي. هاهي الشيء سبحان الله العظيم. هادي اخوتي هي هاد السيليكون هذا به باش كيصاوبوا شي يد اصطناعيه رجل اصطناعيه فهمتي. هاد السيليكون كيصاوبوا به بزاف د الحوايج. كيصاوبوا به داك الودينه نتاع اللي من الناس اللي ما كتسمعش ديك الجليده باش ما كتضبرش. السيليكون يعني هذا ها كيصاوبوا به شي حاجه بحال البصره ديال الانسان بحال شكل مش لا حوايج كيصاوبوا به. كيديروا لها هذه كيجرحوها كيخليوها كتبقى تقطر. كيركبوا لها هذه هنايا هاد الزنقه كيولي عاوتاني يجرحوها. ما عرفتش شحال ديال الوقت باش كيولي عاوتاني يعاودوا لها جرح اخر. يديروا لها شوفوا هنا في الفلبين اخوات الناس اللي ميسر عليها الامور مثلا بحال اللي كنقول لك حنا مثلا كنديروا داك الصالون مثلا كنصاوبوا الصالون ديالنا او الفوتو ديالنا باش كيجلسوا عندنا الضياف هما كيديروا بحال هكا. لحقاش هنا في الفلبين كاين الحراره في الدار يعني الا جاو عندك الناس ضايفين ولا شي حاجه ما تقدرش تجلسهم في الدار كضطر انك تجلسهم على برا. فإلا كانت عندك هاد الجلسه هادي زوينه بزاف غتهز ليك بزاف ديال الناس. فيها الطبالي فيها هادشي ومضللين زائد الظل ديال الشجر زوين زعما الصراحه. فكره زوينه سبحان الله. كل بلاد وثقافته. حنا كنتقاتلوا نديروا صالون زوين هما عاوتاني كيتقاتلوا يديروا غير بحال هاد الجلسه هادي على برا. كطيح من الفوق هادي قالك ما عرفتش كتنكل ولا لا. اش كديرها سبحان الله. هادي الزريعه واقيلا سبحان الله العظيم. خفيفه دايره بحال شي قرقاع كطيح من الفوق قالك ما عرفتش كتنكل ولا لا. تخليها في جيبي صافي. سبحان الله. هاد السيليكون فيه واحد الريحه يا خوت واحد الريحه. دابا هنا ما كتشمهاش. قبيله تيكون تقصتو وقال لي شم عرفتي واحد الريحه. اش نقول لكم هاد القشرات هادو نتاع هادي دابا هادي ملي كتيبس ما كتبقاش تكب كتبقى لاصق فيها. هادي ملي كيبقى لاصق فيها هادي كيوليو يحيدوها. هي هادي اللي كتكحل هنايا. وهاد الشجره خوتي ما كتاثرش فهمتي ما كتموتش واخا كيجرحوها هكا ما كتموتش. كيولي عاوتاني كتربي جلد اخر كيولي عاوتاني يجرحوها. هاد الشجر هذا وكيبيعوها بالكيلو. كيلو ما عرفتش شحال كيتباع. هو غالي نادر فهمتي ماشي في اي بلاد كيقدر ينوض هاد الشجر هذا. ولكن هاد الناس مساكن الناس اللي هنايا كيبيعوه بثمن رخيص فهمتي كيبيعوه بثمن رخيص. هذاك اللي كيصنعوا به هما اللي كيبيعوه بثمن غالي. تلقى واحد كيصاوب لك يد ولا كيصاوب لك بثمن باهظ الثمن ولا صباع ولا شي واحد مثلا ما عندوش النيف الله يحفظ ولا ما عندوش الودن كيصايبوها عليه. سبحان الله العظيم. نسيب يقبض هذه هي بدا كيقشر وكيلويها وكيصاوبها بحال هذا الشكل وبدا كيضربها في الارض كتبومبا. كيضربها في الارض وكتبومبا. انا قلت كيفاش هذيك كتبومبا. عاد عرفت قال لي راه هذه هي. دابا سير خوتي كتبومبا دابا بحال ديك الكويرات الصغيره اللي كانوا كيتباعوا عندنا بدرهم كتضربها كتبقى تبومبا وبحال هذه. سبحان الله العظيم. هو هذا دابا هذه تضربها دير الطرف في السماء. انت شوفوا معايا
كطير. هذه هذه لا لا. لما كنت وحدي كتنكر قال لي لا هاد اللعيبه ديال غير يوسف كيبقى يقول ملي كيبغي ياكل كنبقى نقول لهم انا ولاو كيعرفوها زعما وصل حل الماكله قال لي لا. سبحان الله. وهذيك الريحه دابا حاليا الا قصي غادي تشم واحد الريحه، ديك الريحه خايبه، ولكن منين كيبقى وكيقدم كيقدر يجلس واحد السيمانه فما كتبقاش فيه ريحه. ها هو شوف كيفاش ما فيه حتى شي ريحه كاع. ولكن دابا حيت مازال جديد الا قصي فيه غادي تكون واحد الريحه اللي لا تطاق. ما شاء الله. انا جالس هنايا في هاد البلاصه هادي مازال كنسمع شي وحده كتهضر هنايا وانا كنجي بحال هكا كندخل. شوفوا معايا شنو كاين. هذا روض. هذا روض. Okay, ini kasi Reyna, lujuan na pangalan ni Reyna. Katawan, ilang kami niya ba? Ha? Ilang kami niya ba? Litra na Kaya ba lujuan na pangalan? Ni kasi Reyna, yun na si Reyna boy o girl? سبحان الله يا روض. سبحان الله. انا دابا كنمونطي الفيديو وقلت لاني هنايا شنو كيقولوا هادو، انا ما عرفتش شنو كيقولوا. والله قالت لي دابا حاليا كيهضروا مع الوالدين ديال الناس كاملين اللي مجموعين، وكيهضروا كذلك مع الدراري اللي مازال ما مجوجينش. كيقولوا لهم على انكم يعني شوفوا اشنو اللي وقع لينا، ان السيد ما كانش واجد للزواج، فقط مشى يخدم، لقى مثلا خدمه احسن، لقى حياه اخرى في واحد البلاصه، وتخلى على هاد يعني الوعد اللي وعد هاد العائله ديال هاد البنت هذه. فما ديروش بحالو، لان هالاضرار اللي كتوقع هو انك كتعذبوا الوالدين وكتعذبوا الناس. كيقراو الفاتحه وكيدعيو كيقول له لعله خير وكذا وكذا، وفهمتي كيفاش، لانهم مساكن بحال كيشكروا الله، كيقولوا زعما يمكن ما كانش فيه خير هذا الشخص هذا. فهمتي في الاول ملي كيتجمعوا كيدعيو على اساس فهمتي كيفاش، الا كان فيها خير، الا كان هذا كيدعوا الله سبحانه وتعالى الا كان فيها خير يستمر هذا الزواج ويستمر هاد العشيره هذه. فإلا ما كانش مثلا وقع قدر الله، وقع مثلا بحال هكا كيف ما شفتوا يعني تلغى الزواج والعرس، فهمتوا، هو كان فقط دواء فيها، فقط كان دواء فيها، ما كاين حتى شي حاجه مكتوبه، ولكن بحال اللي شهدوا ان مثلا بحال هكا شهاده او كذا مثلا، ولكن ما فيهاش شي حاجه زواج يعني يقدر يديها معاه ولا لا. ودابا حاليا بحال كيدعيو الله سبحانه وتعالى على انه شكرا يمكن كان فيها خير، داكشي علاش لغيتي لينا هذا الزواج وكذا وكذا وكذا. ودابا كيدعيو اول حاجه كيقراو سوره الفاتحه، ومن بعد كيدعيو كاملين وكيبقاو غاديين بحال هكا، كل دار كيديروا هكا، كل دار كيدير هكا. سبحان الله العظيم، ما شاء الله العظيم، هذا ما كاين. ودابا بقى لينا غير نشوفوا الراي ديال هاد السيده هذه، واش تبغي تتزوج او لا. شحال من واحد باغي شي وحده تكون دايره النقاب، وهذا ما كاين. المهم دابا نمشيو نشوفوا الراي ديالها، واش تقبل تتزوج او لا شي واحد اجنبي. هذا ما كان، نخليكم معايا. ودابا غيمشيو لعائله اخرى، انا ما غنمشيش معاهم. تصغيره زوينه. ها هي
الخوت انا رجعت للدار مع النورهان مع النسيب باش يرجعني لان عييت. كل دار كيمشيو ولا كيجلسوا فيها ساعه ديال المكانه. المهم دابا حاليا مشاو للدار ديال الولد، العائله نتاع الولد، باش يتفاهموا على هاد الاضرار اللي خلف هاد الولد. دابا هاد الولد هذا يعني منين مبقاش باغي يكمل في الزواج فغادي يخلص الفلوس. انا غادي نقول لكم شحال غادي يخلص ديال الفلوس اللي سبب الاضرار ديال العائله ديالها وديال البنت في النفسيه نتاعها، لان ماشي ساهل باش توعد واحد السيده بالزواج وفي الاخر ما تتزوجش بها، فهمتي؟ ويعني تتفاهموا العائلات كذا كذا كذا، بقاو لهم غير يتزوجوا وعاد بقاو لهم غير يديروا العرس عاد يضربوا كاغيط. حيت هنا الخوت في الفلبين اول حاجه كيمشي الولد لعند الوالدين ديالو ملي كيبغي يتزوج، كيهز الوالدين ديالو كيمشيو عندهم للدار كيهضروا فيها بان راه بغينا نتزوجوها. مره اخرى عاوتاني كيوليو ملي كيتفاهموا فوقاش يديروا العرس، فملي كيتفاهموا فوقاش يديروا العرس كيتزوج بها، كيشهدوا جوج ديال الشهود، كيقراو الفاتحه، كيتزوجوا، كيديروا العرس. على غد ليه عاد كيمشيو كيديروا العقد الزواج. هاد البنت هذه وقفات في المرحله الاولى ديال انها كان عاد غادي يديروا العرس وكان عاد غادي يديروا العقد الزواج. ونقول لكم شحال ديال الثمن اللي خلص فيها هاد الولد، العائله ديالو شحال غادي يخلصوا، انا نخليها لكم هنايا. هاد الشيء اللي غادي يخلص هاد الولد هذا، هذه هي الاثمنه.